القصبة، قصبة شفشاون. هذه المدينة طبعا تعرضت للهدم مرتين أو في عهدين، في عهد الوطاسيين لأنه علي بن محمد شعر أنه هو صار قوي ومتين فتمرد على الدولة الوطاسية، فجاءوا هنا وهدموا له جزءا من هذه المدينة. والمرة الأخرى كان في زمن الدولة السعدية، أيضا هدمت أو هدم جزء كبير من هذه المدينة. ما نرى اليوم في هذه المدينة هو ما تبقى من القصبة لأنها توسعت على عدة مراحل. بجانبها أيضا يوجد مسرح تاريخي تقام فيه حتى هذه اللحظة مجموعة من الفعاليات. احنا مش حكينا إنه المدينة لها حدود، شايفين السور؟ هذا السور شايفين؟ بدأت تتوسع المدينة وبالذات بعد قدوم الأندلسيين وانعمل لها 7 أبواب. هذا السجن اللي كان في القصبة، داخلين على السجن الآن. هاي غرفة السجن الأساسية الرئيسية. هاي المدرسية اسمها هيك المدرسية، حتى اليوم فيها طلاب وبدرسوا.